ألف مبروك لنادي الزمالك. قدر إن هو يفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0، يحتل المركز الأول في الدوري المصري 56 نقطة. نادي بيراميدز بيفوز على سموحة ويحقق المركز الثاني. النادي الأهلي بيفوز على المصري 2-0 ويحقق المركز الثالث. وبكده المفروض نادي الزمالك ونادي بيراميدز تأهلوا إلى دوري أبطال أفريقيا. أما النادي الأهلي فللأسف الشديد هيشارك في الكونفدرالية، ولكن الكلام ده مش أكيد لحد دلوقتي. في فرص وفي احتمالات قوية جدا إن النادي الأهلي لسه عايز يشترك في دوري أبطال أفريقيا. في فرصتين للأهلي إن هو يشترك في دوري أبطال أفريقيا. أول فرصة ان الزمالك ما يسددش الديون اللي عليه، ما يسددش القضايا اللي عليه، ما يفتحش القيد، ما ياخدش الرخصة، والاهلي هو اللي يشترك مكانه في دوري ابطال افريقيا في الحالة ديت. فطبعا لو في الحالة ديت الزمالك ما قدرش يسدد، لو في حد ساعده او في مثلا يعني جهات مثلا زي ما بيقولوا هنا بريدة هيساعده او هيكلم له حد في الكاف بحيث ان هو يشارك، الاهلي ساعتها لازم يشتكي ويروح ان شاء الله حتى الاتحاد الدولي علشان يشتكي نادي الزمالك، لانه هو هيبقى حق النادي الاهلي ان هو يشترك في دوري ابطال افريقيا لو الزمالك ما قدرش يفتح القيد ويسدد كل الغرامات اللي عليه. ثانيا تاني فرصة ان ممكن الاتحاد الافريقي يطلع قرار فجأة كده اهوت، زي ما طلع قرار فجأة وادى البطولة المغرب ان هو 3 انديه يشتركوا من مصر. ايه المشكلة يعني؟ فلسه وارد ان النادي الاهلي يشارك في بطولة افريقيا. اما لو شاركنا في الكونفدرالية فهتبقى ديت اول مرة في التاريخ الاهلي يتأهل مباشرة من الدوري المصري لبطولة الكونفدرالية، لان الاهلي عمره ما عملها قبل كده. الاهلي لعب في الكونفدرالية 3 مرات قبل كده، بس كان اتأهل لدوري الابطال وبعدين خرج من دوري الابطال فراح الكونفدرالية، وهتبقى ديت اول مرة في التاريخ الاهلي يتأهل مباشرة للكونفدرالية من الدوري المصري. وهنشوف ايه اللي هيحصل، وان شاء الله باذن الله نتمنى نشوف الاهلي المصري في دوري ابطال افريقيا السنة الجاية.